يا ابني مش ضربة جزاء يا ابني، انزل الشارع اصلي عادي الجمعه الاقي ناس بتجري الحق يالا، ضربة جزاء يالا، ما اتحسبتش يالا ضد الاهلي يالا، والناس بتجري ايه يا جدعان في ايه والناس بتصوت والبوستات بتنزل وايه يا جدعان في ايه في ايه، اهدوا ايه الحرقان ده، اهدوا مش ضربة جزاء، خلصت انا قاعد بتفرج على الماتش، انا شكيت فيها وانا بتفرج على الماتش، خش شوف على فيديوهاتي انا شكيت فيها، قلت لكم يا جدعان ربنا يستر ما تتحسب ضربة جزاء، مش عشان حاجه، عشان عندي عدم ثقه في التحكيم المصري ليس الا، وبستند على كلامي ده ان انت بتيجي تقول لي ايه ما هو التحكيم المصري كله بيقول انها ضربه جزاء، يا باشا انت عندك جمال شريف طلع هو مش مصري تمام وطلع قال مش ضربه جزاء، وعندك في حكم اجنبي اسمه الفونسو وطلع قال يا جماعه دي مش ضربه جزاء، يا عم انا معاك للاخر، انا هحط لك الصوره دلوقتي اهي، انا معاك للاخر تمام، المهاجم بتاع زد دخل على رجله كوكا، اصل هو خد الكوره الاول، يا عم ماشي هو خد الكوره الاول ماشي مفيش مشكله، نفترض ان كوكا مش موجود تمام وهو خد الكوره الاول، الكوره طلعت في الكوره بره اصلا، يعني حتى لو كوكا مش موجود هو مش هيلحق، هو مش هيلحق يجيبها، يا جدعان انتوا بتفكروا ازاي يا جدعان، مش ممكن، هو التسريب او التفريغ بتاع الفي ار بتاع محمد عادل خلاكم قاعدين مستنيين الماتش، يا رب ضربه جزاء تتحسب، يا رب ضربه جزاء ما تتحسبش، يا رب يا رب عشان نطلع نزيد، يا رب ايه يا جدعان في ايه يا جدعان، مش ضربه جزاء، واقول لك على حاجه اعتبرها يا عم ضربه جزاء، خلاص كده يبقى كده ايه التحكيم المصري مش تمام، ايه رايك نجيب خبير اجنبي يكون رئيس لجنه التحكيم، لا بلاش انا بحب التحكيم المصري، طب انا اعمل لك ايه طيب،